وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. أهلا وسهلا للجميع، صباح الخير. فكرت اليوم أروح أطبع الورقة اللي أحتاج أطبعها، وبنفس الوقت راح أسوي جولة فيديو ثاني عن الجامعة للسعوديين متخصص، لأنه السعوديين يعني راح يفتحون الحدود هنا بالنيوزيلندا عن قريب، والجامعات أكثرهم يعني الأجانب اللي يجون اللي عرب هم سعوديين، فمناسب الفيديو إلهم. طبعا اكو غير عرب هم يجون مثلا بحرينيين كويتيين وباقي الناس، بس السعوديين اكثر ناس اللي شايفهم. فهسه راح اكل اخر وجبة مسويها مال الاسبوع، وتعرفون باكر راح اسافر، فراح اكنس شوية واتحضر شوية، اليوم باردة قيمة، واطلع واسولف لكم بعدين، فنشوفكم بعدين. وهسه نشرب القهوة قبل ما نطلع. أنا أحب أشرب قهوة من برا، بس تعرفون حجر لا أسوي نفسي لأنه حتى ما أتمرض. يعني حظي يعني إذا أروح برا وأشرب قهوة ممكن واحد بيه كورونا. ما قلت لكم القصة، هسه أقول لكم عنها. آسف، هذا الفيديو صار أكثر حكي من ما أراويكم أشياء، بس أكو أشياء مهمة أقول لكم حتى تفهمون القصة كلها، وأحب يعني أوضح القصة، ما أحب هيجي نص القصة وتبقون تفكرون وعندكم 100 سؤال وهاي الشغلات. فشنو صار؟ قبل تقريبا شهرين بدت كورونا بنيوزيلندا، والكورونا مو نفس كورونا اللي بالخليج لو حول العالم، هي أوميكرون، بس أوميكرون BA2 اسمها، بالخليج اسمها أوميكرون BA1. والأوميكرون BA2 هي أقوى، يعني أسرع تنتشر، وبنفس الوقت ما يبين الريزلت، يعني إذا تاخذ PCR لا تاخذ ذولا يعني مال الخشم والأشياء ما يبين، مال الخشم والأشياء ما يبين دايركت، يمكن ما يبين ورا يومين 3 4 بين ما تعدي ناس وما يبين. فالحالات هنا صايرة بوضع كلش سيء، مو زين. ليش؟ لأنه 20,000 حالة تقريبا باليوم الواحد، والبوبوليشن العدد الناس بالبلد هذا هو 5 ملايين، بحيث نص مليون من البلد كله منعدي من كورونا، وما يعرفون إذا أوميكرون لو دلتا، لأنه كلها بعدها موجودة. والحكومة دا تسهل الأمور، لأنه تشوف العالم كله دا تفتح وإحنا سادين، فليش نسير خلي نفتح، لأنه تعرفون اقتصاد وبلد يخرب. فيعني شي يجنن الواحد، بحيث حتى الشغل عادي، يعني تشتغل ويا كورونا موجودة يعني منتشرة. شوفوا هذا الويب سايت المعروف الورلدوميتر مال كورونا، من أول ما بدت كورونا ينتشرون، يعني قاموا يكتبون الحالات، وأنا أول واحد اللي بلغت عن حالة بقطر، أول حالة بقطر، اعطيتهم الأخبار وكل شيء وردوا لي وكل شيء، شكراني. مهم تشوفون ذول البلاد، يعني شوف أمريكا 22,000 اليوم حالة، صح؟ شوفوا نيوزيلندا 20,000، والباقي شوفوا 1000 2000 تقريبا، 100 3000 2000 9000. فاحنا بقد أمريكا، والبلد أراويكم ايش كبره، ومو كلش كبير. يعني شوفوا استراليا ايش كبره، ونيوزيلندا ايش كبره، وشوفوا أمريكا ايش كبره، كل هذه الله يحمينا. وهاي ليش أنا خايف أشرب قهوة برا، يعني ممكن أي شي بسيط تحصل كورونا. والغريبة توهم الحكومة قالوا إنه راح عندهم أبديت، عندهم أخبار جديدة عن كورونا بعد نص ساعة راح يقولوها على الأخبار. فشي غريب، بس أنا بصراحة لازم أطلع أكنس وأطلع نخلص شغلنا قبل ما كل شي يبدي يصير فيلم هندي. 11 واحد مات وتقريبا 300 ماتوا
كاملة يعني حول البلد كله. يقول راح تزيد الحالات بالجزيرة الجنوبية اللي أنا بيها، فأحسن وقت ننهزم الباكر. الله يخوف، عصفور بياكل لحم دجاج مدري شنو، ما معقولة. أقول لكم جيل مسخم ما حد يصدقني. المهم هسه احنا بالحديقة شوية متأخرين، تشوفون هدوء صارت الدنيا. لأنه خلينا نروح هذه الطريق، خليني أراويكم شي حلو. متأخرين لأنه أريد أشتري شي قبل ما يعزل حتى أقدر يعني يفيدني. قبل ما أسافر أحتاج معقمات خاصة أشتريها من المحل الهندي. هذا نفس الطريق اللي أروح للمسجد الجمعة. حلو الطريق كلش. بس والله بصراحة ذاك العظم اللي شفته يخوف، كأنه رجل خنزير لو فتشي دا ياكل بيه العصفور. شي غريب، أول مرة أشوف شي. شوف عبالي هذا مسجد أول ما شفته، بس هو مسرح. يعني واحد يسوي يقدر مسرحية عليه. هنا أشياء صينية، حديقة مثل الصينية، وهنا أكو بط. أنا شوية متأخر بس حراويكم أشياء حلوة بالطريق، يعني مو حلوة كلها بس أشياء يعني تتعلمون عنها. خلينا أراويكم البحيرة هاي صغيرة. طبعا شي غريب، واحد يلبس كمامة بالحديقة، بس يعني عادي واحد يلبسها برا هذه الأيام. هنا بس أنا إذا حروح يمين بس حرجع من اليسار، وأقول لكم ليش. رايح هسه شارع أو من واحد من أوسخ شوارع بنيوزيلندا. هو الشارع طلاب وسكارى، فأراويكم شلون وساخة. طبعا الشارع هذا همينه كورونا مليان فيخوف، بس أريد أراويكم إياه شلون قذارة. يعني هذا أوسخ واحد من أوسخ شوارع بنيوزيلندا. أجي أراويكم هسه. والله شكله تمام هذا اليوم، بس عادة وسخ هو بداية الأسبوع الاثنين يوم خميس، فهذا ليش. الزبالة كلها واقعة على القاع، وكلها وسخة وكلها زبالة وعرق وكوم أشياء. وأكو همينه واحد من البيوت 660، هسه هذا 673. 660 كانوا طلاب أكو كزالة، بدأوا يدرسون أغاني وصاروا مشهورين وهسه معروفين حول نيوزيلندا كلها. شوفوا القزاز كل مكان هنا. كم مرة طاق تايراتي مال بايسكل هنا. تشوفون ذيك الكنيسة هناك، ذيك بعد مو كنيسة، باعوا الكنيسة واشتروها كم واحد أفغاني وسووها مطعم كباب. غريبة. مهم عبرت ما رحت للجامعة لأنه أريد أشتري شي قبل ما يعزل، وبعدين أروح للجامعة أسوي الفيديو اللي قلت لكم عنه. هذا معمل القهوة، لا تشوفون ساجين هسه طبعا يسدون من وقت القهوات، وهذا هنا يحطون القهوة نفسها، الاشياء الحلوة مال القهوة، يعني الباكيتات الكبار، العقونيات اللي نسميها. هذه مثل هاي نسميها قونية، ما اعرف اذا تشوفوها زين لو لا، مثل مش باق. وهنا مال اللقاح، دول الناس مو اللقاح سوري، مال المرضى اللي يحسوا عندهم كورونا هنا يجون. وهنا المستشفى، ذيك الهليكوبتر. الحين نروح قدام، نروح للمحل اللي نريد نروح له، وبعدين راح اروح اخذ اكل لانه ما عندي اكل بعدها، بس موزة وحدة للباكر، وجوعانة بصراحة اريد اكل فتشي حتى اقدر انام زين. واحد دايس الدقمة فلازم اركض حتى الحقه. هذه البقالة راح نرجع الها، هاي بالذات هاي نفس هذا الفرع صارت جريمة قبل سنة
والشيء غريب انه هاي الجريمة صارت هي يم دخلنا للمدينة هسه. هذه وسط المدينة. شوف هذا باركين سيارات زحمة. يا الله توني تذكرت انه يمكن مسدود هذا المحل مالي، لانه دا يسوون تعديلات بالمحل، فان شاء الله ينفتح. خايف اذا ما مفتوح مشكلة يصير. شوفوا ذيك اكبر كنيسة بهاي المدينة. شكله حظي مو زين، شكله مسدود، بس ان شاء الله مفتوح. نجرب نروح له. والله شكله الوضع مو زين. كلوزد مكتوب منها مشكلة. شنو واحد يسوي هالشي حاله؟ يروح يجرب الثاني غير، بس الثاني شوي بعيد يمكن. الثاني هم شكله مسدود. ذاكيته مسدود. صيني طبعا يعزل اذا هو الساعة 5 يقول 4 معزل. شوفوا هذا المحل مشكلة. هاي البقالة الهندية هنا يدخل الرجال يشتري اشياء. اخيرا لقيته، هو هذا اللي اريده. اقول لكم ليش بعدين. Excuse me? Hi there. Could I have 200, is 200 grams a lot of The which one? the Greek salad, yeah. I think. Because I want to eat like one meal with that, Okay. yeah. So I don't, If you want like a small. just, yeah, the small one. Yeah, Is that alright? 150. yeah, perfect. It's just what I want. Just what I want. أخذنا شوية سوشي وزلاطة. الحمد لله خلصنا الشراء. هسه رايحين نسوي الفيديو مال الجامعة ونصلي العصر، سوى إذن عصر ونروح للبيت ناكل هناك، لأنه لو ما دا أسافر كان أكلت برا، بس يعني مو مريح واحد ياكل برا، خصوصا سوشي سامن صعب. ايش كذا راح تمطر همنا، لازم سريع نخلص شغلاتنا. انزين ذيك المرية عبرت بالغلط وخلت الاشارة حمراء، انه لما ندوسها تصير حمراء، لما ما تدوسها ما يبين شيء. فالحمد لله زين انه، لانه اني ما ادوس هاي الدقام. هسه المفروض يشتعل الي اخيرا. كلش تعبت يا ناس، كلش يعني كل شغل سويت ستوني. الكاميرا مالتي انطفت وقصة صارت. فاشتريت اكل، طبعت الاشياء، خلصت الحمد لله. هسه اريد اكل، كلش جوعان ما ماكل اي شيء يوم كله. سامن ماري والسلطة مالي. تعرفون الكمامة ليش نلبس هذه الشفاف؟ ما نلبس الكمامة يعني من القماش، لأنه ممنوعة نلبس القماش هسه، يعني ما مقبولة، ممنوع. اكو ناس يلبسوها يكسرون القانون، بس ممنوع. ايش طلعت حال. المهم راح اخلص هذا الفلوج الطويل، لأنه باكر راح اسافر الصبح. فقول لكم طيارتي باكر، راح اسافر للامارات، وسفرتي طويلة كلش طويلة، اطول سفرة بالعالم ممكن للامارات، من نيوزيلندا، من القطب الجنوب، من الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا. تشوفون كم كبسولة مال قهوة مال اسبوعين، لازم اطلعهم هسه. ذولا شنو اسوي بيهم؟ ذولا اعطيهم الوحدة عجوزة تفتحهم تحطها بالنبات مالتها بالزرع، لانه هو تعرفون كومبوست مال القهوة الفلتر زين،
وبعدين تطيه هاي العجوزة وحدة عجوزة ثانية وتسوي رسومات بهذول القواطي. اراويكم. فشفتوا شلون حلو. هذا الشي بس هسه لانه دا حسافر ما اقدر، ما عندي اي وحدة هنا، وهاي اخر وحدة كأنه طلقات، اخر طلقة هنا. لازم ننظف الماكينة شوية. هذا بريكفاست مالي، الفطور مالي باكر الصبح، والحليب راح يخلص همينه. بس الحليب مشكلته لازم افرغ هذا لان راح اذب الزبالة، واقول لكم شلون الزبالة راح نخلص منها. هذا موز كان بالفريزر حطيت جيراني تطي الدجاج، لو تحطه بالنبات فما نخلص ما نذبه حرامات. هاي الشركة كلش احبها لانه كلش اشياء صحية تطي تساعدك. بروبايوتكس بالزبادي موجود، بس لانه اني ما اكل كل شي فاشتري هذا مكانه. وهذا مال دايت خاص، هو لذيذ مثل الفينيجر بس مع حلا طبيعي. قلت لكم لحراويكم شنو جبت. اشتريت اشياء زبالة للهدايا خلافات، لانه دا اخذكم هدايا فنحطها بالجنطة ذيك مالتنا. ومال سنك، اشياء مال سنك، مال حمام مفيدة. قلت لكم هاي ما تلقوها بالبقالات الكبار، تلقوها بس مال هندي وهاي الشغلات. واخذت الاوراق طبعتها. هاي الجنطة ما نحتاجها بعد لانه هاي هذا مفتوح الجيب عادي، وهذا مفتوح الجيب طالع كل الوقت مفتوح الجيب. هاي بس ما نحتاج ناخذ هاي الكبيرة. يلا الوقت هسه شوية متأخر 8:30 فماكو كوما ناس برا لانه ممنوع تسوي اللي ذا حسويه هسه. بس عادي لانه ذا حسافر شو اسوي يعني، وانا احط زبالتي تجي 4 ما حانتظر احط الزبالة بالزبالة وانتظر الى ان يجون 4 وما اقدر اصلا احطها لانه بالبيت هي الزبالة يعني بالحديقة. فحذب هذه بالزبالة البابليك. اللي يعصب انه يسوون الزرف الزبالة صغير حتى ما تقدر تدخل زبالة كبيرة بيه. ناس افضح شي استوى صار بحياتي لمن كنت اذب الزبالة. اذا تشوفون المقطع قبل، السيارة على اليسار كان بيها واحد ونمن دا ذب دا يباوعني وخربان ضحك، واني دا باوع له سيريس يعني هيك شكله ضايج ودا اسوي شغله. واجا السايق همينه دا يباوع همينه، بس حقرتهم. مشكلة انه الناس يحكموك بس ما يفتهمون قصتك. اذا افتهمون قصتي كان شجعوني اللي دا اسوي، بس الحمد لله يعني مو ناس يعني ممكن يسووا لي مشكلة مثل الشرطة لا شي، بس ناس دا اكسر قوانين شوية. بس شو اسوي يعني، الناس هنا ما تسافر باي مكان. انا دا حسافر الباكر منو يذب الزبالة؟ اذا اخليها برا بالحديقة دا حتجي في الحديقة. انا ما حخلي حيوانات عيني تجي لبيتي تفرفر، لا ماكو خلاص. هذا مال تيست مال كورونا. خلينا نشوف شنو القصة. ان شاء الله ما عندنا كورونا، واحس ما عندنا، بس لازم واحد يسوي قبل ما يسافر. الكبرى شكله اوكي. هسه هذه العودة
قالوا لنا هيجي نسويها، بس شوفوا مو كلش بعيد. بس بالبداية الخشب عين نفس الجهة، دخ وعين من الجهة الثانية، وعين من الجهة الثانية، وهسه لازم نحطها بهذا الأنبوب الصغير. ريحته مثل المستشفى. نطلعها ونقدر نذبها بالكيس، ما نحتاج بعد. قبق هذا لازم غضه شوية اتوقع. وبعدين نديره على هاي. اكو هنا تشوفون هاي قطناية، ندير 4 قطرات منه. 1 2 3 4. هسه ننتظر لازم ربع ساعة. ربع ساعة يعني بعد 9 و5 دقائق. اوكي، فهسه هيجي يصير. شوف اكو خط بنه، طلع هسه نيجاتيف السي، بس يجوز يبين التي. التي يعني ممكن بوزيتيف، لو التي غلط اذا بس تي، بس سي صح يعني اذا سي طلع. فهسه السي نيجاتيف، وان شاء الله ما يطلع التي بعد ربع ساعة. هسه نصبغ شعرنا. اليوم ما بقينا شي ما سوينا. هسه هذا البلوند، طبعا اريد اسوي ستايل مو يعني، وانا ما استعمل كف. تعرفون الرياجيل ما تستعملون كف، ما نحتاج. هذا لازم هذا احطه هنا كله. خلينا نحطه، خلص هذا كله شغلكم. دخل داخل قريبا. يلا اوكي عادي، لانه عندنا هذا القبض ماله. مشكلة ما اقدر افوقكم كلش زين. طبعا مو كل شعري راح اسوي، شوية من شعري. ريحة الصبغ كلش طيب، احبه. اعرف مو زين للصحة، بس احب اشياء غريبة، مثلا البنزين ريحته طيبة، اشياء قوية. لو يسوون ريح هيج بعد. شكو إلا بوس وهيوغو بوس وبطيخ وخس وعسل وموز.